انا عمري ما فتحت الكاميرا عشان اهاجم الناس، لكن هفضل افتحها كل مره الاقي فيها حد بيحاول يجمل الباطل، لان الباطل عمره ما انتشر وهو بيقول للناس انا باطل. الباطل دايما بيجي في صوره الطف، يغير اسمه ويتزين، يتقال عليه فكره جديده او حل او حريه، وده اخطر من الباطل نفسه، لان اول حاجه بتموت مش الدين، اول حاجه بتموت هي الحساسيه تجاه الغلط. تبطل تستنكره، وبعدين تتعود عليه، وبعدين تدافع عنه. وعشان كده انا فاتحه الكاميرا النهارده، مش عشان ارد على شخص، بس عشان اقف عند فكره، عشان الاشخاص بيروحوا بس الافكار هي اللي بتطول. 5 رجاله و5 ستات، وكل واحد فيهم متجوز الباقي. اول ما سمعت الجمله دي قلت مستحيل، اكيد في حاجه اتفهمت غلط. بس الصدمه الحقيقيه ما كانتش هنا، الصدمه ان بعد الجمله دي اتقال تعالوا نشوف المميزات. فكرتوا شوية في النظام ده هتلاقوه نظام ناجح جدا. احنا بقينا نوصل للمرحله دي ان الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها بدل ما نحذر الناس منها بقينا نعمل ليها عرض ونقول فيها تعالوا نشوفوا عرفتكم في ايه. استنى، هنا لازم نقف، لان اللحظه اللي يتحول فيها الحرام من حاجه الناس بتخاف منها لحاجه الناس بتقعد تتناقش مميزاتها يبقى في مشكله اكبر من الفكره نفسها، ودي المشكله اللي هنتكلم عنها النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أوفر وقتي من أول دقيقة، أنا مش جاية النهاردة أقرر إذا كانت الفكرة دي صح ولا غلط، أنا بالنسبة لي النقطة دي خلصانة، لأن أنا مسلمة ولأن ربنا سبحانه وتعالى هو المرجع. يعني لما ربنا يحلل أنا بقول حاضر، ولما ربنا يحرم برضه بقول حاضر، من غير ما أعمل استفتاء، ومن غير ما أشوف الترند ماشي فين، ومن غير ما أسأل السوشيال ميديا. وده مش تشدد، ده اسمه إيمان، إنك تؤمن إن اللي خلق الإنسان أعلم بالإنسان. طيب طالما الموضوع محسوم بالنسبة لي، إيه اللي خلاني أفتح الكاميرا؟ مش الفكرة، والفكرة دي مرفوضة عندي من اول ثانيه. اللي خلاني افتح الكاميرا هو طريقه تقديمي، لان في فرق بين واحد يحكي عن حاجه عشان يحذر منها، وبين واحد يحكي عن حاجه وهو بيعدد مميزات. الفرق ده مش صغير، الفرق ده بين التحذير والتزيين. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من التزيين قبل ما يحذرنا من المعصيه نفسها، لان المعصيه قبل ما تتعمل لازم الاول تبان جميله. ومن هنا انا عايزه ابدا. انا اول ما شفت الفيديو ما وقفتش عند كلمه الزواج الجماعي، لان بالنسبه لي دي مش بدايه النقاش، انا وقفت عند كلمه اخطر بكتير: المميزات. استنى، يعني ايه مميزات؟ يعني اول ما تدخل للناس يبقى بصوا هتستفادوا ازاي. هو ده اللي استفزني، لان اي حد بيحذر من حاجه يبدا يقول لك خطرها مش فايدتها. يعني لو دكتور بيحذر من التدخين مش هيقعد اول 10 دقايق يقول لك السجاير بتأدي الاعصاب، وبعدها في الاخر يقول لك بس ما تشربوهاش. ولو واحد بيحذر من المخدرات مش هيبدا يقول لك اصل اللي بياخدها بينسى هم، لان دي مش طريقه تحذير، دي طريقه جذب. وده اللي خلاني اقف واسال نفسي هو ليه البدايه كانت من هنا؟ ليه اول حاجه تتقال للناس هي بصوا المميزات؟ ليه ما كانش اول كلام دي فكره تخالف شرع ربنا؟ ودي هتهد معنى الاسره، وده خطر. ليه؟ لان اول دقيقه في اي فيديو هي اللي بتزرع الفكره في دماغ اللي بيتفرج، ولما اول دقيقه تبقى كلها مميزات يبقى طبيعي جدا ان في واحد عمره ما سمع عن الموضوع يقعد يقول طب استنى خلينا نكمل. وده في حد ذاته مشكله، لان الشيطان عمره ما دخل على الانسان وقال له تعالى اعمل الحرام. الشيطان اذكى من كده، وهو يزينه. وربنا سبحانه وتعالى حكى عن الشيطان وهو بيقول ولأزينن له في الأرض. تأملوا الكلمة لأزينن، يعني هخلي الحاجة الوحشة شكلها حلو. وده بالظبط اللي أنا خايفة منه. مش خايفة إن الناس تسمع كلمة جديدة، أنا خايفة إن الناس تبطل تشوف الحرام على إنه حرام، وده أخطر من 1000 مرة. لأن أول خطوة في أي انحراف مش إن الناس تعمله، أول خطوة إن الناس تبطل تستنكره. ولما تبطل تستنكره يبقى سهل جدا بعد كده إنك تتقبله. وعشان كده أنا اعتراضي من أول دقيقة ما كانش على المصطلح، اعتراضي كان على الطريقة، لأن الطريقة أحيانا بتكون أخطر من الفكرة نفسها. وده يخليني أسأل السؤال اللي بعده: طيب الناس اللي بتقول إن النظام ده هيحل مشاكل الجواز، هو هيحلها فعلا ولا هيخلق مشكلة أكبر بكتير؟ خلينا نفترض دقيقة إن إحنا هنسمع الكلام من الآخر، بيقولوا النظام ده هيحل مشاكل الجواز. طب استنى، وإيه المشكلة اللي إحنا بنحاول نحلها؟ هل المشكلة إن الراجل عنده زوجة واحدة، ولا المشكلة إن في ناس خانت الأمانة؟ هل المشكلة في عقد الجواز، ولا المشكلة في اللي ما احترمش العقد؟ في فرق كبير بين انك يبقى عندك نظام صح وفي ناس بتتبعه غلط، وبين انك تقول يبقى نغير النظام كله. وده اللي انا مش قادره افهمه. يعني لو مدرسه فيها مدرسين وحشين نقفل التعليم، ولو مستشفى فيها دكاتره مقصرين نهدم المستشفيات؟ اكيد لا، احنا بنصلح الغلط مش بنلغي الاصل. طب ليه اول ما نيجي للاسره يبقى الحل المقترح هو تغيير اصل الفكره؟ وانا هنا عندي سؤال بسيط جدا: وربنا سبحانه وتعالى لما شرع الزواج كان محتاج حد بعد اكتر من 1400 سنه يطلع يقول احنا لقينا نظام احسن من ايه؟ احسن من تشريع اللي خلق الانسان؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. يعني الله خلق الانسان هو اعلم بطبيعته،
واعلم بغيرته واعلم بمشاعره، اعلم بايه اللي يبني الاسره وايه اللي يهدمها. فانا كمسلمه لما اسمع حد بيقترح نظام بيظلم الحكم، بيصادم الحكم اللي ربنا شرعه، انا اول سؤال عندي مش هو هيشتغل ولا لا، اول سؤال عندي هو ربنا يرضى عنه ولا لا، لان دي مرجعيه اللي انا مؤمنه بيه. وفي نقطه لازم نفرق فيها، انك تقول في ناس فشلت في الجواز دي حقيقه، لكن انك تستنتج من الحقيقه دي يبقى نظام الجواز هو المشكله، ده استنتاج مختلف تماما. لان فشل بعض الناس مش بيثبت ان التشريع غلط، هو يثبت ان التطبيق عند بعض الناس غلط، وده فرق لو ضاع هنفضل كل شويه نهدم اصل الحاجه بدل ما نعالج الخلل اللي فيها. وعشان كده انا بالنسبه لي السؤال الحقيقي مش هل النظام الجديد ده هيحل المشكله، السؤال الحقيقي هو احنا ليه بقينا اول ما نشوف خلل في البشر نراجع حكم ربنا بدل ما نراجع البشر انفسهم. وده في رايي اخطر سؤال في الحلقه كلها. وهنا غالبا هيطلع حد يقول سيب الناس في حالها، كل واحد حر. استنى بس، هو انا جيت اتكلم عن واحد جوه بيته ولا انا بتكلم عن فكره اتصورت واتمنتجت واتنشرت لملايين الناس؟ في فرق. اول ما الفكره تطلع للعلن من حق اي حد يناقشها، زي ما من حق صاحبها يعرضها ومن حقي انا ارفضها، وده اسمه نقاش مش اسمه تدخل. لكن خلينا اسالك سؤال، احنا امتى بقينا نستخدم جمله كل واحد حر كانها تمسح اي نقاش؟ طيب لو واحد طلع يزين اي معصيه لما الناس اعترضت قالت كل واحد حر، خلاص كده انتهى الموضوع؟ اكيد لا. ان الحريه عمرها ما كانت معناها ان اي فكره تتقدم للناس من غير ما حد يناقشها. وبعدين انا مستغربه حاجه، هو ليه كل مره حد يرفض فكره مخالفه لدينه ويتقال عليه انت بتحكم على الناس؟ مين قال اني بحكم على الناس؟ انا ماليش دعوه بحساب حد، حساب عند ربنا. كان من حقي اقول الفكره دي انا شايفاها غلط، من حقي اوضح ليه، ومن حقي اقول ان ميزاني في الحكم عليها هو شرع ربنا، وده مش تشدد، ده طبيعي جدا لاي انسان عنده مرجعيه. المشكله الحقيقيه اننا بقينا نخاف نقول كلمه ده غلط. طب لو ربنا قال ان هو غلط، انا ليه استحي اقول انه غلط؟ انا مش اللي حرمت ولا انا اللي حللت، انا بنقل اللي انا مؤمنه بيه وبوضوح ومن غير ما اعتذر عنه. وعارفين اخطر حاجه؟ ان اللي بيتغير الاول مش الاحكام، اللي بيتغير الاول هو احساس الناس. اول مره يشوف الفكره يتصدموا، تاني مره يستغربوا عليه، تالت مره يقولوا خلاص اتعودنا، ورابع مره يبقوا اللي يعترض هو اللي شكله غريب. وده بالظبط اللي انا خايفه منه، مش على دين ربنا، دين ربنا محفوظ، لكن على قلوبنا انها تبطل تستنكر. لان اول خساره لاي مجتمع مش انه يعمل الغلط، اول خساره انه يبطل يحس انه غلط. وعشان كده قبل ما اسالك انت موافق ولا لا، انا هسالك سؤال اهم، ايه هو الميزان اللي بتحكم بيه اي فكره بتشوفها؟ لان الاجابه على السؤال ده هي اللي هتحدد موقفك من اي ترند هيطلع بعد كده. خليني اسالكم سؤال، هو ليه الاسلام اتكلم بالتفصيل عن الاسره؟ ليه اتكلم عن الجواز والطلاق والنفقه والميراث والعده ونسب الاولاد؟ ليه كل التفاصيل دي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان الاسره مش علاقه بين اتنين وبس، الاسره هي اول حجر في المجتمع، لو الحجر ده اتكسر كل اللي فوقيه هيتهز. وعشان كده ربنا ما سابش الموضوع لاجتهاد كل واحد، ما قالش كل جيل يخترع نظام يناسبه، ولا قال جربوا وشوفوا، لا، حد حدود وشرع احكام، لان اللي خلق الانسان هو اللي اعلم بطبيعته. وانا ساعات بستغرب احنا ليه بنتعامل مع حدود ربنا كانها عيب، مع ان الحقيقه انها حمايه زي اشارات المرور. في واحد ممكن يقول ايه القيود دي كلها، لكن اول ما الاشارات تتشال يبقى اول واحد يشتكي من الفوضى. وبيت ربنا كده مش معمول عشان تضيق على الناس، معمول عشان تمنع الفوضى قبل ما تحصل. وعشان كده انا لما اسمع حد يقول خلينا نجرب نظام جديد، اقف واسال نجرب في ايه؟ في الاسره، في الاولاد، في الانساب، في حاجه ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها بوضوح؟ لا، دي مش منطقه تجارب، ودي مش مساحه كل واحد يخترع فيها نظام على مزاجه. وفي نقطه مهمه جدا، احنا ساعات بنقيس اي فكره بسؤال واحد، احنا هنرتاح، بس المؤمن عنده سؤال قبله لازم يساله لنفسه، هو ربنا هيرضى عن الموضوع ده؟ لان مش كل حاجه مريحه تبقى صح، مش كل حاجه صعبه تبقى غلط. الميزان عند المؤمن مش الراحه، الميزان هو رضا ربنا، وده الفرق اللي لازم يرضى الموضوع. لان اول يوم هنبدل فيه ميزان الشرع بميزان المزاج، هنلاقي نفسنا كل يوم بنغير حكم لحد ما يفضلش من ثوابت حاجه. عشان كده انا بالنسبه لي القضيه دي اكبر من فيديو، اكبر من ترند. القضيه هي ايه المرجعيه اللي بنرجع لها لما نختلف. لو المرجعيه بقت السوشيال ميديا كل يوم هيطلع حكم جديد، لكن لو المرجعيه هي شرع ربنا يبقى الحق هيفضل حق مهما اتغيرت الاسماء ومهما اتغيرت الموضه. وفي الاخر انا عايزه الفت نظركم لحاجه، احنا للاسف بقينا كل شويه ننشغل بالشخص وننسى الفكره. فلان قال وفلان عمل وفلان اتقبض عليه، طيب وبعدها؟
بعد شهر يمكن الناس تنسى الاسم، لكن الفكرة هتفضل موجودة مقفش عند الشخص، لأن الأشخاص بيتغيروا بس الأفكار هي اللي بتبقى قاعدة، هي اللي بتفضل تحاول تدخل بيوتنا، مرة من باب الحرية، مرة من باب التطوير، ومرة من باب إيه المشكلة، ومرة من باب كل واحد حر. كل مرة الباب بيتغير لكن اللي ورا الباب هو. وعشان كده أنا مش شايفة إن مسؤوليتنا إننا نقعد نجري ورا كل ترند، مسؤوليتنا إننا نفهم المنهج، نفهم إزاي الباطل بيتقدم وإزاي بيتزين، عشان لما يطلع بكرة بصورة مختلفة نعرفه حتى لو غير اسمه. وأنا نفسي كل واحد بيتفرج عليا النهاردة يطلع بسؤال واحد يفضل معاه، مش أنا مقتنع بالكلام ده ولا لأ. السؤال الأهم إيه هو الميزان اللي بيحكم بيه أي فكرة؟ لو الميزان إعجابي بالفكرة يبقى كل يوم هيتغير، لو الميزان هو عدد المشاهدات يبقى كل ترند هيتغير، ولو الميزان هو كلام الناس يبقى عمري ما هثبت على مبدأ، لكن لو الميزان هو شرع ربنا يبقى حتى لو الدنيا كلها قالت على الغلط صح أفضل أعرف إن الغلط غلط، مش لأني أحسن من حد ولا لأني معصوم، لكن عندي مرجع وارجع له. وده الفرق بين ان انسان يمشي ورا كل موجة وبين انه يبقى واقف على ارض ثابته. وعشان كده انا مش طالبه من الناس انها تاخد كلامي لانه كلامي، انا بطلب من كل واحد يسمع اي فكره قبل ما يسال هي عاجباه ولا لا، يسال ربنا قال فيها ايه، لان السؤال ده لو فضل حاضر هيحمي الانسان من افكار كتيره جدا. وده بالنسبه لي اهم من اي ترند، واهم من اي جدل، واهم من ملايين المشاهدات، لان الافكار بتعدي لكن المبادئ هي اللي بتبقى. وفي الاخر انا مش طالعه الحلقة دي عشان اقول للناس تكره حد، ولا علشان اشمت في حد، ولا علشان افرح ان حد اتحقق او اتحبس، لان الاشخاص مهما كانوا هيعدوا لكن الافكار هي اللي بتبدأ. وعشان كده لو في رسالة واحدة نفسي الحلقة دي توصل لها فهي ما تسمحش لحد يخليك تتعود على الباطل، لان الباطل عمره ما بيخش مرة واحدة، بيبدأ بخطوة صغيرة، بفكرة، بكلمة، بفيديو، وبعدين يقولك ايه يعني كبروا دماغك. كل واحد حر، الدنيا اتغيرت ولحد ما يجي يوم تبقى الحاجة اللي كانت صدمة بقت عادي. ده أخطر من الفعل نفسه. أنا كمسلمة مش بختار ديني على حسب الترند، ولا بغير قناعتي علشان الناس ما تقولش عليا متشددة. أنا عندي ميزان ثابت، اللي ربنا أحله أقول عليه حلال، واللي ربنا حرمه أقول عليه حرام من غير كسوف ومن غير اعتذار، لان دي مش كلمتي، دي كلمة ربنا. وعايزة اقول لكل اب وام ما تقولش ده مجرد فيديو، لان الافكار الكبيرة دايما بتبدأ بفيديو. اتكلموا مع اولادكم، علموهم ليه ربنا احل حاجة وليه حرم حاجة، وزرعوا فيهم ان الحلال والحرام مش قيود لكن رحمة من ربنا بينا، لأن اللي يعرف الحكمة صعب جدا أي حد يضحك عليه بكلمتين حلوين. وفي النهاية قبل ما تصدق أي فكرة وقبل ما تنبهر بأي كلام اسأل نفسك سؤال واحد: ربنا يرضى عن ده؟ لو الإجابة أيوة امشي وراها، ولو الإجابة لأ يبقى مهما اتزينت ومهما اتغير اسمها ومهما لبست ألف وش هتفضل غلط. أسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق ويرزقنا البصيرة ويحفظ بيوتنا وأولادنا من كل فكرة تزين الباطل وتلبسوا ثوب الحق. لو شايف إن الحلقة تستحق توصل لغيرك اعمل لايك واكتب رأيك باحترام في التعليقات وشاركها مع اللي يهمك يسمعها. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.